شخصية النهاردة لازم نتكلم عليها علشان نخليها قدوة لعيالنا. في حلقة النهاردة هنتكلم عن شخصية أسد الصحراء عمر المختار، وهنشوف بدايته كانت عاملة ازاي ونهايته كانت عاملة ازاي. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويلا بينا. اتولد عمر المختار سنة 1862 في إقليم برقة شرق ليبيا، ومات أبوه وهو صغير فعاش يتيم الأب. ولما كان لسه طفل اتجه لحفظ القرآن الكريم في الزاوية بتاعة القرية بتاعته، وبعد كده سافر على واحد جغبوب، وهناك درس الفقه والتفسير والحديث واللغة على يد مشايخ الدعوة السنوسية. وعلشان تبقوا عارفين، الدعوة السنوسية دي دعوة صوفية إصلاحية غرضها الرجوع للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، زي بالظبط كده الحركة الوهابية اللي ظهرت في الجزيرة العربية. المهم، في سنة 1897، يعني كان ساعتها عمر المختار عنده 35 سنة، كلفوا المهدي السنوسي زعيم الحركة السنوسية انه يبقى شيخ على زاوية القصور في الجبل الأخضر، وبعد كده كلفوا انه يسافر على السودان علشان يبقى شيخ لزاوية عين كلك. وهو بقى في السودان وقاعد مع اصحابه، هوب هجم عليهم اسد وكان عايز ياكلهم، فكلهم اتفقوا ان هم يجيبوا جمل ويرموه للاسد وياكلوا بدل ما ياكلهم هم. بس عمر المختار رفض موضوع الجمل ده، وركب الحصان بتاعه وهاجم على الاسد وضربه بالنار، وفضل يطارده لغاية في الآخر رجع لأصحابه وهو معاه راس الأسد، ومن ساعتها بقى بيلقب بأسد الصحراء. بعد ما توفى المهدي السنوسي، رجع عمر المختار لبرقة وتعين تاني شيخ لزاوية القصور. اللي كان معروف عن عمر المختار إنه كان متعطش جدا للجهاد في سبيل الله. يعني عندك مثلا لما فرنسا احتلت تشاد سنة 1900، راح عمر المختار وسافر على تشاد وحارب الفرنسيين هناك. ده غير كمان كان بيحارب الإنجليز على الحدود المصرية الليبية في منطقة السلوم والبردية. وسنة 1911 أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية اللي كانت بتحكم ليبيا، ونزل الجيش الإيطالي على السواحل الليبية واشتبك مع الجيش العثماني، وفي النهاية انتصر الطليان. وفي سنة 1913 تم التوقيع على معاهدة أوشي، وطبقا للمعاهدة دي الدولة العثمانية خدت جيشها وانسحبت من ليبيا، وبقت ليبيا رسميا تحت الاحتلال الإيطالي، وأصبح الليبيين في مواجهة مباشرة مع جيش الطليان. وهنا ظهر عمر المختار ورفع راية الجهاد ضد الطليان. كون عمر المختار جيش من المتطوعين واشتبك مع القوات الإيطالية في حرب عصابات، وانتصر عليهم في معارك كتيرة زي معركة ديرنا اللي اتقتل فيها 70 جندي إيطالي، ومعركة بوشمال، ومعركة أم شخنب، ومعركة الزويتينة، وغيرها من المعارك. بعد الخسائر الفادحة اللي شافها الطليان من عمر المختار وجيشه، كانت لازم الحكومة الإيطالية تتدخل. في سنة 1922 وصل للحكم في إيطاليا الزعيم الفاشي موسوليني، وفي سنة 1929 عين موسوليني حاكم عسكري جديد لليبيا، وهو الضابط بادوليو. بادوليو قال خلينا حلوين كده مع عمر المختار ونعمل معاه مفاوضات، وبالفعل اتعملت هدنة لمدة شهرين، ووافق عمر المختار على الهدنة دي لأن الطليان وعدوه بأن هم هيفرجوا عن المعتقلين السياسيين. تمام كده؟ شوف بقى اللي حصل. الطليان منفذوش الوعد بتاعهم، وعمر المختار لقى ان الطليان عايزين من الهدنة دي يكسبوا وقت بس علشان ينظموا القوات بتاعتهم، فراح عمر المختار وكسر الهدنة
وصعد من عمليات المقاومة. فراح موسوليني وشال بادوليو وجاب مكانه الجنرال غريزياني. غريزياني ده كان قمة في الوحشية. شوف بقى يا سيدي عمل ايه غريزياني ده. عمل أسلاك شيكة على طول الحدود المصرية الليبية علشان يمنع الأسلحة، لأن عمر المختار كان بيجيب الأسلحة من مصر. وعمل كمان معتقلات جماعية حشر فيها الآلاف من الليبيين، أغلبهم من النساء والأطفال والشيوخ. وعمل كده علشان يمنع إمدادات السكان لجيش عمر المختار. وبعد كل اللي عمله ده، عمر المختار والمجاهدين اللي معاه موقفوش المقاومة وفضلوا شغالين ضرب في الطليان لغاية في سنة 1931. كان عمر المختار ماشي مع جماعة من صحابه، فلمحتهم وحدة استطلاع إيطالية، فراحت الوحدة دي وبلغت القوات الليبية المرتزقة اللي شغالين مع الجيش الإيطالي. فراحوا المرتزقة الخونة دول وهاجموا على عمر المختار والناس اللي معاه، وبعد اشتباك ما بينهم وقع عمر المختار من على الحصان بتاعه، فشافوا ليبي خاين من المرتزقة اللي شغالين مع الطليان، فراح قال سيدي عمر سيدي عمر. فالأعداء عرفوا ان اللي وقع ده عمر المختار، فراحوا حوطوه وأسروه. أول لما عرف غريزياني ان عمر المختار اتقبض عليه، أمر على طول بعمل محاكمة ليه، وتمت محاكمة عمر المختار. وكانت محاكمة صورية، لأن قبل محاكمة عمر المختار أصلا الناس بره كانوا بيحضروا المشنقة. المهم اتحكم على عمر المختار بالإعدام. وفي يوم 16 سبتمبر سنة 1931 جمع الطليان الآلاف من الليبيين علشان يشوفوا عمر المختار وهو بيتعدم، علشان يبقى عبرة لأي ليبي يحاول انه يثور على إيطاليا. وتم إعدام عمر المختار رحمة الله عليه. مات عمر المختار صاحب مقولة: نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت. الإيطاليين افتكروا إن بوفاة عمر المختار هتنتهي المقاومة في ليبيا، بس ده ما حصلش. فضلت المقاومة شغالة في ليبيا، وفضل المجاهدين بيضربوا في الطليان لغاية في النهاية لما خرجت إيطاليا من ليبيا سنة 1943. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة. لو عجبتك اعمل لايك للفيديو وشير واكتب تعليق وقول لنا في رأيك، واشترك في قناتنا وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات. وبالمرة تابع حسابي على الفيسبوك وانستجرام موجود في صندوق الوصف. اشوفكم على خير.